السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد، فيديو جديد واقتراح جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم البسبوسه بالكريمه، بسبوسه ولا اروع. غادي تحمر لك وجهك مع ضيافك بطبقه الكريمه. انا اكيده الا جربتوها غادي توليو مدمنين عليها. بسبوسه مشربه والكريمه كتجي لذيذه بزاف. بلا ما نزيد نطول عليكم اكثر من هكا، دوزو مباشره لطريقه التحضير. عندي هنا 2 بيضات بحراره المطبخ، مع كاس ديال السكر حبيبات وقبصه ديال الملح. من الاحسن ما تكثروش السكر حيت باقي غادي نسقيو البسبوسه. المهم كنطرب مزيان البيض حتى كيتبدل اللون ديالو، وغادي نزيد نص كاس ديال الزيت وانا كنطرب. وفي الاخير غادي نقص من السرعه ديال الطراب، وكنضيف كاس ديال الحليب مع مبشور حامضه، وكنطرب غير واحد شويه صافي، وكندوز نضيف النواشف. عندي هنا كاس ديال العنبه عامر بالسميده الرقيقه وربع كاس، يعني غادي نضيف كاس وربع ديال السميده الرقيقه. من الاحسن ديروا غير ربع كاس لا تكون السميده كتشرب. وضفت كذلك نص كاس ديال الدقيق الابيض مع 2 اكياس من خميره الحلويات. كنخلط الخليط مزيان حتى كيتجانسوا جميع المكونات. وإلا لقيتوه خفيف باقي خفيف بحال ديالي كتزيدوا واحد المعلقه كبيره ديال السميده الرقيقه. وهذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه بعد ما كتشرب السميده. صافي كنفرغ الخليط في المول اللي كيكون مدهون بالزبده ومرشوش بالسميده الرقيقه، وكندخلها للفران مسخن من قبل. ضروري يكون الفران سخون من قبل حيت البسبوسه ماشي بحال الكيك. وكنخليها تقريبا من 30 حتى ل 35 دقيقه، وعلى حسب الفران ديال كل واحد عاوتاني. المهم حتى كطيب وكتحمر مزيان من الوجه ديالها. في هذا الاثناء على ما طيب البسبوسه غادي نوجدو السيرو باش غنسقيوها. عندي هنا كاس ديال الماء مع نص كاس ديال السكر حبيبات مع شريحه ديال الحامض. كنخليوهم يغلاو فوق النار واحد 5 دقائق، وكنطفيو عليه وكنخليه جانبا باش يبرد مزيان. ها هي البسبوسه ديالنا بعد ما خرجتها من الفران وهي باقا سخونه. غادي نحاول نقلبها في واحد اللاطه حيت باقي غنردها للفران. ومن الاحسن تفرشوا ليها ورق الزبده حيت ممكن تلصق ليكم. المهم كنسقيها بالسيرو اللي حضرنا من قبل بعد ما برد تماما، يعني البسبوسه كتكون سخونه والسيرو كيكون بارد. كنسقيها من الوسط مزيان وكنخليها جانبا حتى كتشرب داك السيرو. بالنسبه للكريمه فغنحتاجو ل2 علب من الياغورت الطبيعي بدون سكر، وغادي نضيف كذلك علبه من الحليب المركز المحلى باش تجينا الكريمه ثقيله شويه، مع نص كاس ديال عصير الحامض. تقدروا تنقصوا او تزيدوا من الكميه ديال عصير الحامض على حسب واش نتوما عزيز عليكم الحامض او لا. بالنسبه للحلاوه ما تخافوش، راه الحلاوه ديالها كتجي هي هذيك حيت كنهرسوها بداك العصير ديال الحامض اللي ضفنا. صافي كنخلط مزيان حتى كيتجانسوا جميع المكونات. ها هي البسبوسه ديالنا بعد ما بردت تماما وتشربت داك السيرو مزيان. غادي نفرغ الكريمه من الفوق، كنفرغها وكنحاول نقادها من الوجه ديالها. صافي وغادي ندخلها للفران اللي كنشعل عليه غير من الاعلى حتى كتماسك ديك الطبقه ديال الكريمه. تقريبا واحد 5 دقائق راه ما غتفوتهاش وكتكون ناشفه. وبعد ما خرجتها من الفران غادي نحاول نسقيها من الجوانب بالسيرو اللي حضرنا من قبل.
وكنخليها في الثلاجة الا كان ممكن ليلة كاملة على ما تزيد طبقة ديال الكريمة التماسك، والبسبوسة كذلك تكون تشربت مزيان داك السيرو. هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسة ديالنا. غادي تزينوها بشرائح ديال الحامض ورقة النعناع، كيف ما ممكن تزينوها كذلك بشوية ديال البيستاش. المهم ماشي هو التزيين ولكن المذاق ديال هاد البسبوسة بطبقة الكريمة وطبقة البسبوسة اللي كتجي مشربة الحبة ديال مشربة والحبات ديال السميدة باينين، كتجي اكثر من رائعة بواحد المذاق مميز. جربوها وتعرفوني علاش كندوي. الا جربتوها انا اكيده انها غادي تعجبكم وتولي معتمده عندكم. وهنا نكون وصلت نهايه الفيديو. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم وينال رضاكم. دمتم في حفظ الله ورعايته. الى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.